من 1000 مدينة في 50 ولاية أمريكية خرج مئات الآلاف من الأمريكيين للتظاهر ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جنون وفوضى واحتجاجات وغضب شعبي عارم ضد المجنون الأمريكي في عمق واشنطن. الأوضاع تخرج عن السيطرة، والشرطة وأجهزة الأمن كاملة تعلن الاستنفار، والمتظاهرون يحاصرون فندق ترامب والبيت الأبيض، والإعلام الأمريكي يعلن عن خروج أكثر من 1000 مظاهرة عارمة في كامل الولايات الأمريكية. المتظاهرون يحاصرون البيت الأبيض. شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات حاشدة ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. وبدأت جماعات حقوقية الإعداد لنحو 1200 مظاهرة في أنحاء الولايات المتحدة اليوم ضد الرئيس دونالد ترامب، في حين اتهمه الديمقراطيون بخيانة الشعب وسط موجة غضب من سياسته الداخلية والخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. ويتوقع المنظمون أن تكون هذه التظاهرات أكبر يوم احتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك منذ بدأت الإدارة الأمريكية مسعاها السريع لفرض طابع محافظ على الحكومة. وستتيح الاحتجاجات الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات الجذرية التي يجريها في السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة من خلال أوامره التنفيذية. وقال عزرا ليفين المؤسس المشارك لمنظمة انديفيزبل، وهي إحدى الجماعات التي تنظم احتجاجات اليوم، إن هذه مظاهرة ضخمة ترسل رسالة واضحة جدا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونغرس. وقال إن هذه الاحتجاجات ستؤكد لأنصار الشعار فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا أن الشعب لا يريد سيطرتهم على ديمقراطيتنا وعلى مجتمعاتنا وعلى مدارسنا وأصدقائنا وجيراننا. ويظهر الموقع الإلكتروني أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة. من المقرر تنظيم فعاليات في جميع الولايات ال50 بالإضافة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال. يذكر أن دعاوى قضائية قيدت جزءا كبيرا من أجندة ترامب، إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين. ومن المتوقع أن تشارك أيضا في الاحتجاجات جماعات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. في السياق ذاته قال رئيس الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الشعب، واعتبر أن تصويت الجمهوريين على قانون الميزانية انحياز لأصحاب المليارات ضد الطبقة المتوسطة في خضوع تام لترامب. يأتي ذلك وسط موجة غاضبة من الرسوم الجمركية التي انعكست على الولايات وكبدت اقتصادها خسائر فادحة في غضون يومين.